حبايب قلبي دكاترة مهندسين الصف الرابع ابتدائي، أهلا بكم، يا رب تكونوا بخير. معنا النهاردة شاشه مهندسين مع حل تمارين 9 من اللي هو درس ضرب في عدد صحيح. مراجعة الإجابة ساعة التلميذ صفحة 61 62 63. السؤال بيقول لك اكتب الكسر الذي يعبر عن الجزء المظلل في كل نموذج مما يلي، ثم اكتب مسألة الجمع ومسألة الضرب والشدة باستخدام قصور الوحدة. هو هنا الكسر مش شوف لي كام واحد ملونة، واحد اتنين تلاتة، يبقى تلاتة فوق. شوف لي تحت بقى كلهم كام، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة، تبقى تلاتة على العشرة. مسألة الجمع واحد على عشرة، ليه مش قلنا واحد على عشرة؟ نقول لك هنا باستخدام قصور الوحدة، زائد واحد على عشرة. طب نكتبها كم مرة؟ على حسب الباص، هنا الباص تلاتة يبقى نكتبها تلات مرات، بس لو كانت بس عشرة كنا نكتبها 10 مرات، لو بس 7 كنا هنكتبها 7 مرات. مسألة الضرب هات لي كسر الوحدة اللي هو 1 على 10، البسط فيه كام؟ 3 يبقى تضرب في 3، أو مجموعة كام مرة؟ 3 يبقى تضرب في 3. ركز معايا هنا، شوف لي كام واحدة ملونة، 1 2 3 4 5، دي الخمسة، وكلهم على بعض كام؟ 6. مسألة الجمع 1 على 6 نجمعها كام مرة يا باشمهندس؟ برافو عليك، 5 مرات. أدي 1 على 6 زائد 1 على 6 زائد 1 على 6 زائد 1 على 6، كده 5 مرات. طب مسألة الضرب يا باشمهندس، يلا بينا. ادي واحدة ستة اهي، هي متكررة كم مرة؟ البسط فيه كام؟ 5، يبقى كده فيه 5. طب دي كم واحدة ديت؟ 1 2 3 4 5 6 7، البسط فيه 7 8 9، يبقى 7 على 9. مسألة الجمع نكتب 1 على 9 كم مرة؟ برافو عليك، 7 مرات. ادي 1 على 9 زائد 1 على 9 ده 3، 1 9 4 5 6 7. طيب مسألة الترانسفورماتيف نكتب 1 9 مضروبة في البسط هنا 7، يبقى مضروبة في السبعة. طب دي كام واحدة؟ 2، أدي الاتنين أهي، وكلهم الأربعة. مسألة الجمع 1 على 4 زائد 1 على 4 مرتين بس عشان خاطر في البسط هنا 2. مسألة الضرب نضرب 1 على 4 مضروبة في الاتنين عشان خاطر البسط هنا في 2. تعال نجيب الصورة بعد كده، الصورة رقم اهي هنا يا باشمهندس. يلا كام واحدة ملونة؟ 1 2 3، يبقى في البسط كده 3. المقام 1 2 3 4 5 6 7 على السبعة. مسألة الجمع 1 على 7 نكتبها كم مرة يا باشمهندس؟ برافو عليك، 3 مرات أهو. مسألة الضرب اكتب 1 على 7 مضروبة في البسط هنا 3 مضروبة في 3. طب شوف السؤال رقم 2، بيقول لك ارسم نموذج شريط لتوضح كل تعبير مما يلي. أول حاجة يا باشمهندس تروح راسم لي كالتالي، ترسم لي مستطيل مقسم إلى كام جزء يا باشمهندس؟ برافو عليك، إلى 5 أجزاء. أدي مستطيل مقسمه 5 أجزاء، عد معايا. أدي 1 2 3 4، 1 2 3 4 5، جميل. هنا واحد، ادي واحد اهي، خلاص لونتها كلها. ودي كمان واحده، ادي واحد اهي، يبقى اصبحت كام باشمهندس؟ برافو عليك، 2 على الخمسة، يبقى دي تديك كده 2 على 5. طب الناحيه الثانيه دي 1 على 2 مضروبه فيه 1 على 3 مضروبه فيه الاثنين، راح راسم مستطيل اهو مقسم لكام جزء يا باشمهندس؟ برافو عليك، 3 اجزاء. ادي 1 2 3. طب نلون منه كام واحده يا مستر؟ بص كده، دي كام؟ 2، يعني تلون من الواحد على 3 ديت مرتين. ادي واحد، هما كده واحد، الثانيه اهي كده 2، خلاص كده عشان تصبح 2 على 3. طب شوف دي يا باشمهندس، أول حاجة مستر في رسم مستطيل مقسم إلى 8 أجزاء أهو. هنا يا باشمهندس بقى بص كده، أدي واحدة أهيت وتلون واحدة على السطر، واحدة كمان 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 وتلون واحدة، واحدة وتلون واحدة. تيجي تعدهم هتلاقيهم 6، يبقى دي كده عبارة عن 6 على كام؟ 6 على الثمانية. تعال نجيب السؤال كده، السؤال رقم 3، يلا بينا. 1 على 2 في 1 على 4 في الاثنين. بص يا باشمهندس، اللي ملوش مقام مقام واحد، اضرب بس ببص مقام في مقام. الواحد في 2 ب2، الواحد في 4 ب4. طب دي الواحد في واحد بواحد، والواحد في 8 ب8، دي ملوش مقام مقام واحد، ملوش مقام مقام واحد. الواحد في 2 ب2 والواحد في 2 ب2، طب 2 على 2 فيها كام؟ الواحد. طب دي اللي ملوش مقام مقام واحد، الواحد بخمسة بخمسة والواحد في 6 ب6، تصبح 5 على 6. طب رقم ب اللي ملوش مقام مقام واحد، الواحد بستة بستة والواحد بسبعة بسبعة، تصبح 6 على 7. رقم ها، يلا بينا، برافو عليك، 7 على 9، وديت 8 على 9، جميل. ودي يا باشمهندس 10 على 10 اللي هي بتساوي كام؟ واحد. عايزك بقى توقف الفيديو يا باشمهندس وتروح تحل دولت عشان تشوف انت فهمتهم ولا لا. طيب هنا يا باشمهندس يلا، اللي ملوش مقام مقام واحد، الواحد في الأربعة في الأربعة، الواحد في 6 ب6، اللي ملوش مقام مقام واحد، الواحد في 3 ب3، الخمسة في 1 ب5، يبقى 3 على 5. طب دي لكن مع الواحد تصبح 2 على 3، جميل.
بص يا باشمهندس، لو تضرب في واحد نزل الكسر زي ما هو، يعني هنا ننزله كام؟ 3 على 4 من غير ما تعب نفسك. طب رقم 4 يقول لك أجمل مما يلي. ولكن 1 على 4 زائد 1 على 4 زائد 1 على 4 قلت لك بتساوي 3. مش دي متكررة 3 مرات؟ يبقى متكررة 1 على 4 متكررة 3 مرات. طب شوف دي، 1 على 2 مضروبة في 2، يبقى نجمع الواحد على 2 كم مرة؟ برافو عليك مرتين. مستر لو كان هنا 3 كنت تجمعها كم مرة؟ برافو عليك 3 مرات. طب دي 1 على 3 زائد 1 على 3 زائد 1 على 3 بتساوي 1 على 3 مضروبة في كام؟ مضروبة في كام ديت؟ يعني شوف لي هي متكررة كم مرة؟ 3 مرات، تكتب لي هنا 3. طب دي 1 على 7 مضروبة في كام عشان تساوي 5 على 7؟ مش احنا قلنا ان مفيش مقام واحد؟ ايه اللي ينضرب في 7 بيساوي 7؟ الواحد. ايه اللي ينضرب في 1 بيساوي 5؟ هي كام؟ الخمسة. تصبح هنيجي على بعضه كده بتساوي الخمسة. طب دي ايه اللي ينضرب في 8 يا باشمهندس؟ بتساوي 8؟ الواحد. 1 8 8. وهنا يا باشمهندس الواحد ب 13 ب 13. 4 على 9 نجمعها كم مرة؟ البسط في كام؟ 4. فهنا يا باشمهندس نروح نجيب كسر الوحدة. كسر الوحدة يعني البسط بتاعه بواحد، والمقام زي ما هو 9. نجمع الواحد على 9 كم مرة؟ 4 مرات. ادي 1 2 3 4. وصل يا باشمهندس؟ تمام. تعال نجيب السؤال بعد كده. السؤال رقم 5 بيقول لك يا باشمهندس صل بالمناسب. 1 على 5 اهي تنزل زي ما هي. هي متكررة كم مرة؟ 1 2 3 مضروبة في 3. هل دي موجودة؟ أهي يا باشمهندس اللي هي دي. طب دي ادي 1 على 4 مضروبة فيه، شوف متكررة كم مرة؟ 1 2 3 4 5 مضروبة في 5 اللي هي الأخيرة برضه. طب دي تبقى 1 على 8 مضروبة فيه، متكررة مرتين تبقى مضروبة في 2 اللي هي دي. طب دي 1 على 7 مضروبة فيه، 1 2 3 4 يبقى مضروبة في كام؟ في الأربعة. أهي يا باشمهندس. تعال نجيب السؤال بعد كده. السؤال رقم 6 بيقول لك هنا اقرأ سمعي. بيقول لك يشرب منصور 1 على 5 لتر من العصير كل يوم. اليوم الواحد بيشرب فيه 1 على 5. ما مقدار العصير الذي يشربه منصور في 4 أيام؟ يبقى يضرب الواحد على 5 في الكام؟ في الأربعة اللي ملوش مقام واحد. الواحد في 4 ب4، والواحد في 5 ب5. يبقى نقول ده يشرب 4 على 5 لتر في 5 أو 4 أيام. 4 أيام يا باشمهندس. طب رقم ب بيقول لك إذا كانت وصفة الكعكة الواحدة تتطلب 2 على 4 كيلو جرام من الدقيق، فما مقدار الدقيق اللازم لعمل كعكتين؟ هما جت واحدة 2 مضروبة في كام؟ 2 على 4 اللي ملهوش مقام واحد. 2 في 2 4، والواحد في 4 ب4. طب ما الأربعة الأربعة بقت كام؟ واحد. يبقى هو ده شدس، هو عايزين 1 كيلو جرام من الدقيق. تمام كده يا باشمهندس؟ تمام. تعال نشوف رقم جديد. بيقول لك تشرب ميساء 1 على 9 علبة الحليب كل يوم. مقدار الحليب اللي تشربه في 5 أيام. يبقى نضرب الخمسة في الواحد على 9 اللي ملهوش مقام واحد. الواحد في 5 ب5، والواحد في 9 ب9. يبقى تشرب قد إيه؟ 5 على 9. عندي السؤال كده. السؤال رقم 7 بيقول لك ارسم نموذج شيتيا واكتب مسألة جمع ومسألة ضرب باستخدام قصور واحد. زي فكرة السؤال الأول خالص شوية اللي احنا حلينه في أول الفيديو. دي يا باشمهندس 3 على 4. في راح راسم لي مستطيل مقسم لكام جزء؟ 4 أجزاء. قسم لي أهو يا باشمهندس كده 4 أجزاء. يا باشمهندس إيه يا مستر؟ ديك بسط بتاعها كام؟ 3. يبقى تكون كام جزء من ديت؟ 3 أجزاء أهو. يلا بينا 1 2 3 أهو. خلصنا كده. طيب دي 3 على 4 باستخدام الجمع، يعني 1 على 4 نجمعها كم مرة؟ 3 مرات أهو. طيب دي كده باستخدام الجمع. طب باستخدام الضرب يا مستر نقول له إن الواحد على 4 بتتكرر 3 مرات تبقى مضروبة في التلاتة. خلاص كده. طيب السؤال بعد كده نروح راسمين نموذج مقسم للمقام هنا 5. يبقى نرسم نموذج مقسم إلى 5 أجزاء. يلا أدي 1 2 3 4 5. ونلون منه يا باشمهندس البسط فيه 2. يبقى تلون مستطيلين جزئين من الصغيرين ده اهو. كده 2 اهو. طيب مسألة الجمع يا باشمهندس نقول له ده إن 1 على 5 نجمعها مع نفسها مرتين، أو نضرب الواحد على 5 في كام؟ الاتنين. كده خلاص. طب اللي بعده نرسم نموذج مقسم أو نموذج مستطيل مقسم لكام جزء؟ برافو عليك 8 أجزاء. طب ليه يا باشمهندس 8؟ عشان خاطر المقام فيه 8. أدي 1 2 3 4 وكده يبقوا 8. طب علون منه كام جزء يا باشمهندس؟ بص على البسط. البسط هنا فيه كام؟ فيه 5. يبقى لون هنا 5. ادي 1 2 3 4 5. خلاص كده. طب بص كده يا باشمهندس مسألة الجمع نجمع الواحد على 5 كام مرة؟ برافو عليك. لا احنا نجمع يا باشمهندس 1 على 8. نجمع 1 على 8 5 مرات زائد 1 على 8 زائد 1 على 8. 1 2 3
ادي الاربعه وكمان واحده يبقوا 8 كده 5. طيب باستخدام مساله الضرب نكتب الوحده الثمانيه اهي مضروبه في هي متكرره كم مره 5 يبقى مضروبه في الخمسه. طب رقم 7. طب رقم د ديفرنت 7 ل 11 ترسم نموذج مقسم الى 11 جزء اهو. يلا بينا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. خلاص كده هات لي اوبشن هنا يلا. البسط فيه كام؟ 7. تلوني من دول السبع أجزاء. أدي 1 2 3 4 5 6 7. خلاص كده. طب باستخدام يا مستر نموذج خلينا الضرب الأول. الضرب هنا 1 على 11 دي كسر واحد مضروب فيه البسط بتاعه 7 أو دي متكررة 7 مرات. طيب باستخدام يا باشمهندس مسألة الجمع اجمع الواحد على 11 كم مرة؟ 7 مرات. أدي 2 3 4 5 6 7. كده تكون خلاص الشمس امسح واحد من دول اهو. كده تكون خلاص الشمس تمام كده الشمس تمام. تعال نجيب السؤال اللي بعد كده. أسئلة جت من امتحان الرياضة الشمس. بيقول لك هنا اختار يبقى الصحيح يبقى المعطيات 3 على 5 3 مضروبة في 1 على 5 اللي ملوش مقام مقام واحد. الواحد في 3 ب3 والواحد في 5 ب5 تصبح معاك 3 على الخمس اللي هي رقم كام؟ رقم ب. طب أي حاجة مضروبة في صفر على طول بصفر من غير ما تفكر. طب اي حاجه مضروبه في واحد تبقى بنفس الحاجه يعني 3 على 5 كانت مضروبه في واحد كانت هتنزل 3 على 5 زي ما هي. ديت اللي ملوش مقام مقام بواحد. الواحد في 2 ب2 الواحد في 3 تصبح 2 على 3 اللي هي رقم د. طب دي اللي ملوش مقام مقام بواحد. الواحد في 4 ب4 والواحد في 7 ب7 تصبح 4 على 7 اللي هي رقم ج. طب دي اللي ملوش مقام مقام بواحد اهو. بص كده اعملها كسر. السبعة عشان تروح لسبعة مضروبة في واحد. الاتنين عشان تروح للستة مضروبة في التلاتة. بس طبعا ممكن ما يكتبش المقام ده مش عادي فتصبح معاك كام يعني؟ تلاتة صحيح اللي هي رقم ألف. طب دي اللي ملوش مقام مقام واحد. الواحد في 6 ب6 والواحد في 8 ب8 تصبح 6 على 8. هي فين الباشمهندس هنا؟ 6 على 8 مش موجودة. طيب تروح تختصر. ليه مش طيب؟ عندنا في أبسط صورة دورنا عليها ما لقيناش موجودة فتختصر على كام؟ أسهل حاجة نقسم هنا على الاتنين ونقسم هنا على الاتنين. 6 على 2 فالتلاتة و8 على 2 فيها الأربعة تصبح 3 على 4 اللي هي رقم ب. يبقى أنت يا باشمهندس وأنت بتحل ما لقيتش الاختيار بتاعك يا باشمهندس تحط الكسر في أبسط الصورة وإن شاء الله تلاقيه. تعال نجيب السؤال بعد كده. السؤال رقم 2 بيقول لك اكمل المال اللي ملوش مقام هنا يا باشمهندس 4 مضروبه في نص تبقى برافو عليك 4 على 2 اللي هي فيها كام؟ فيها الاثنين. طيب اللي ملوش مقام مقام واحد. واحد في 5 ب5 والواحد في 6 ب6 تسيبها زي ما هي. لما تضرب في واحد الكسر بينزل زي ما هو ادي 2 على 3. طب ده يا باشمهندس كده اللي ملوش مقام مقام واحد. الواحد في 8 ب8 والواحد في 9 ب9. طب دي تصبح 8 على 4 اللي هي فيها كام برضو؟ الاثنين. طب دي مضروبه في صفر من غير ما تفكر حط صفر على طول. طب هنا بيقول لك يشرب أحمد نص لتر من العصير كل يوم. في اليوم الواحد بيشرب نص لتر. مقدار العصير الذي يشربه في 4 أيام يبقى اضرب الأربعة مضروبة في النص. يلا بينا اللي ملوش مقام مقام واحد. تصبح واحد في 4 ب4 والواحد في 2 ب2. 4 على 2 اللي فيها كام؟ فيها الاتنين. تبقى نضغط يشرب 2 لتر في 4 أيام. طب كده تمام. طبعا عشان توصلوا لحد ما تنساش تشترك في القناة. وفي الفيديو الجاي سلام.